مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم. كتير بشوف على الانترنت ناس بتيك توك انه ليش لحتى اشتغل، المصاري ما عم بتكفي وما بعرف شو. وكتير ناس بيكونوا جايين جديد على ألمانيا ما بيعرفوا لسه كيف الوضع بألمانيا بيمشي الحال، أو للناس السوريين اللي لساتهم موجودين بسوريا وكمان يعني عندهم اهتمام يعرفوا كيف الوضع بألمانيا. فهذا الفيديو لإلكم لحتى نحكي عن إنه هل فعلا لازم واحد يشتغل؟ هل فعلا بتوفي مع الواحد إذا اشتغل أو لا؟ وكيف ممكن الوضع يكون؟ هلا رح نحكي عن عائلة مكونة من 4 أشخاص، أب وأم وولدين. أوكي، أب وأم وولدين. فاللي بصير إذا هن على الجوب سنتر كيف بتكون أمورهم؟ بيكونوا عم بياخدوا حق البيت، يعني أجار البيت الجوب سنتر بيدفع له، وبيكون الأب والأم بيطلع لهم شي 400 خلينا نقول، ف 800 يورو، والأولاد كل واحد 250 شي 500 يورو، يعني 800 و500 شي 1300 يورو. فهاي 1300 يورو لازم يكونوا عم يأكلوا منها ولبسهم وأكلهم وكل شيء. فلنفرض إنه أجار البيت إنه أجار البيت 600، وحق الأكل شي 400، وحق الغاز والكهرباء شي 100، فصار 1100، ونعم بيجون 1300، ف200 يورو زيادة فلنفرض. طيب إذا أنا بدي أشتغل وكمان رح آخد 1300 فرضا، هذا أقل راتب ممكن الواحد يحصل عليه مثلا 1300، فأنا بفكروا إنه شو هال 1300، فمن هي 1300 لازم أدفع أجار البيت ولازم أدفع أكلنا وشربنا، فهي ما بتوفي. فبيقولوا إنه شلون الجوب سنتر أحسن من الشغل، ليش لحتى أشتغل؟ فهون بيجي جواب مني إنه الشغل أحسن من الجوب سنتر. ليش؟ لأني أنت بتاخد 1300 بس بيكون عندك أولاد فبيطلع لك كيندر توشلاك، وعندك الفونجيل فبيطلع لك فونجيل. فأنا اللي بعرفه من تجربتي لما كنا ناخد الفونجيل وكيندر توشلاك وكنا عندي ولدين ونحن 2، فأنا ما عم بحكي لكم شي من الفضاء، يعني بيوصل مع الواحد شي 2700 يورو. فهي 2700 يورو انت بتدفعي لأجار البيت وأكلكم وبيبقى معكم الباقي. وشو زيادة كمان؟ الزيادة انه بالكيندر جارتن وبالشغلات كل شي مصاريف بيدفع الجوب سنتر او اي حدا، او الجوب سنتر بيدفع في من جوب سنتر الواحد بيجيب ورقة حق الأكل، إيش في إذا أولادكم بالمدرسة مثلا رحلات وشغلات كل شيء بيدفع الجوب سنتر. فعمليا هل هي يعني أنا بستغرب للناس اللي بتقول أنا ما بدي أشتغل لأن هي نفس الشيء. لا، هي ما نفس الشيء. أنت بيطلع لك، وبعدين بيطلع لك لما بيطلع لك فونجل كيندر توشلاك هذول لا يعتبر مساعدة. يعني أنت عم تاخدي الفونجل فيك تقدمي على إقامة دائمة، بس أنت عم تاخدي من جوب سنتر ما فيك تقدمي على إقامة دائمة. فهي الأمور ما مثل بعض. بستغرب يعني لما بشوف بيكتبوا إنه نفس الشيء، ليش حتى أشتغل إذا عم باخد، ما بعرف، يمكن إذا الواحد عنده شيء 6 أولاد بتوفي معه بيطلع نفس الشيء. بس بتوقع حتى إذا 6 أولاد أخذوا كيندر توشلاك فونجل كمان يعني بيرتفع أحسن يعني بصير. فما بعرف، أنا عشت هون، عشت بألمانيا، وبعرف يعني لما الواحد بيشتغل وبيطلع له فونجل وكيندر توشلاك كيف بيكون الوضع، وبعرف لما الواحد بيكون على الجوب سنتر كيف بيكون الوضع. فبستغرب. فاللي جاي جديد ويعني اللي فضل يعني يعرف انه حتى لو واحد اخذ قليل، الحكومة والمؤسسات الحكومية بيساعدوه بحيث انه المصاري تبعه ترتفع لحتى طبعا يقدر يدفع مصاريفه ويتشجع، ولسه بيطلع له الإقامات والجنسية وكل هاي الأمور. حتى على فكرة يعني إذا الواحد عم ياخد قليل ممكن يطلع له جنسية كمان. يعني ما دخل كيندر توشلاك والفونجل ما دخلهم المساعدات، لأن هن بيعتبروا إنه عم بيساعدوك. أوكي، لأني أنت عم تشتغل وهن عم بيساعدوك، بس هي ما أنا مساعدة مثل جوب سنتر. جوب سنتر أنت ما عم تعملي ولا شيء بالقعدة بالبيت، عم تاخدي مصاري. فهذا هو بالنسبة للجواب اللي هل أحسن أشتغل أو لا. بتمنى يكون عجبكم الجواب، واللي عنده شي إجابة تانية ممكن يكتبها بكل سرور بالتعليقات، وأكيد ما بنختلف ممكن نتناقش أكتر. باي باي.